السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم بقى بالروتينات القوية والجميلة اللي افتقدتوني طبعا وانا افتقدتكم، بس يا ريت يا ريت من اخواتي رجاء تحطوا اللايك وتشيروا في الفيديوهات كتير كتير عشان ارجع تاني للقناة، عشان القناة وقعت وانا مسحت يعني الفيديوهات مسحتها. قلت لنا يعني مش لاقية قبول في الموضوع، بس قلت لأ، هارجع أشجّع تاني وأنزّل فيديوهات. وبدأت طبعًا بالأوضة الكبيرة، الأوضة الحاج والحاجة، فمسكت كده بقى زي ما أنتم شُفتوا. ما تنسوش بس دعوة حلوة ولايكات، وتقولوا لي الفيديو حلو وجميل، وتشجعوني كده، تشجعوني في الكومنتات، اكتبوا لي كومنتات كتير يا ولاد. عايزة بقى أحقق الشروط بتاعتي، أنا حققت ال1000 المشترك، ناقص لي بس عدد ساعات، تمام؟ أنا أول ما دخلت كده مسكت الدولاب، تنفيضة حلوة وترويقة حلوة، يعني بسم الله. واللي خلّاني بقى كمان إيه، إحنا على فكرة يعني مروّقين من بعد العيد وكتير يعني، إحنا العيد معدّي بقى له شهر كده، بس قُلت اللي أنا أمسك اللهم صل على النبي، أمسك الأوضة بقى يعني أوضة كده أعملها. مسكت أول حاجة حتّة كده ونفّضت كل الترابة، طبعًا بُصّوا اللقطة دي، ما شفتوش إيه ده، اللقطة راحت فين، هتشوفوها، هتشوفوها. بقيت أمسح أهم حاجة الإيه، الأول الخشب، الحاجات اللي هتتفرش الكلام ده، وبعد كده أخلّي حاجة آخر حاجة إيه، فرش السرير المسيح. أنا وحشتوني أوي، أوي، وحشتوني جدًا والله العظيم. وحشني الكومنتات بتاعتكم، وحشتوني لمّا باطلع لايفات، وحشتوني في كل حاجة. بس يا ريت يعني رجاءً إن أنتم تشتركوا في القناة و وتحطوا لايكات، يعني شهيصوا النفسية كده، عشان أرجع بقوة وأعمل لكم حاجات حلوة، وإن شاء الله، إن شاء الله يعني تعجبكم. فرشت كل حاجة زي ما أنتم شفتوا كده، نفضت الخشب، فرشت الترابيزات، بدأت في فرش كمان أهو، بدأت أفرش السرير. يعني أنا بدأت اللي أنا أفرش حاجة حاجة، بحيث إن أنا إيه، أبقى الدنيا تبقى رايقة عندي، فاهمين؟ يعني يعني بحيث إن أنا إيه، لما أجي أمسح يبقى عاملة عارفين التنهيدة اللي بعد نضافة. فرشت المفرش دي، يعني هي بصوا مش مفرش، يعني أنا هقول لكم هي ستارة، بس احنا مبقاش نفرشها ليه؟ عشان بقت مخرومة واتخرمت من فوق، كنا بنكويها فراحت محروقة يعني بسم الله ما شاء الله عليا، وانا بكويها راحت مخرومة مني، فبقيناش نفرشها. فقلنا بقينا نستخدمها ايه، على ترابيزة زي كده، إيه حاجة مثلا فرش كده، فاهمين؟ آه طبعا جبت الشرشوبة بتاعتي فيها كلور، وفيها معقم، وفيها ديتول. كنت حاطة صينية بقى معطر كده، حاجة بالفل تقريبا، لا العود، كان ريحة العود. بدأت أمسح كده ال الأرضية. بس قولوا لي يا بنات، هو ليه لما باجي يعني أعمل فيديوهات، معلش يعني هتلاقوني ملخومة شوية ومش عارفة أتكلم في إيه، بس عشان بقالي كتير ما بتكلمش معاكم، أفتح أعمل فيديو كده، فاهمين؟ حتى هتلاقوني في الفيديو هنا مربوكة، يعني بعمل كل حاجة بسرعة، يعني فاهمين؟ يعني استحملوني لغاية ما اخد يعني ارجع تاني بقوة زي ما بيقولوا. فبدأت كده، اللي في حاجات بتبقى واقعة زي قهوة، كان في قهوة بابا كانت واقعة منه من ايده. ف بوشتها كده بالمية، وبدأت امسح بقى واحدة واحدة لغاية ما خلصت ال ال اللهم صل على النبي، الأوضة، وخلصتها وفرشتها، هتشوفوا دلوقتي. قولوا لي بس كده، اهم حاجه قولوا لي الفيديوهات انتوا عايزينها ايه، عايزين اعمل ايه، يعني عايزيني آه عايزين نعمل طبخ، عايزيني في الروتينات، يعني اعمل لكم ده وده، تمام انا معاكم. بس تشجعوا كده على فكره، انا مش بوريكم طريقه تنظيفي يعني، او انا بوريكم تنضفوا ازاي، لا، انا باشجعكم. يعني مثلًا إيه، يعني أنا واحدة من الناس لمّا أكون باتفرّج على حد بينضّف، أبقى عايزة أقوم أنكُت كده المكان ده كلّه وامسح وانضّف ومش عارف إيه وكده. وبالذات بقى يا بنات اللي إحنا في الحَر،
جو بقى حر ومحدش بقى يستحمل حتى الفرش اللي انت حاطاه، بس لازم يعني لابد ان احنا لازم نفرش عشان ميه وقعت ولا حاجه لا قدر الله حد يتزحلق. وانا يعني ابويا راجل كبير وسموه ست كبيره، وبنتي كمان فيقعوا يتكسروا يتزحلقوا، وانا لو وقعت اتزحلقت اتكسرت يعني بسم الله ما شاء الله عليا. هروح في ملكوت تاني. وكمان اقول لكم على حاجه، الفرش بيبقى زينه، يعني بيبقى زينه للمكان. يعني بصوا الجمال، يا سيدي عليا يا بنتي يا نرمين. بصوا شايفين الجمال، شايفين الحلاوه. شوفوا الزرع بقى، يا سلام على الاخضر بقى في الفتحة الصبح كده، وانت بفاتحة الشبابيك وتشمسيها، وبعد النظافة وترشي معطر بقى. يا سيدي، دخلت على الصالون اللي عايزة ابيضه، وكل ما اقول عايزة ابيضه بنسى. يعني لسه الظروف ان شاء الله يعني تتحسن. المهم حطيت دخلت على الصالون قلت ايه اعمل لكم يعني مش هعمل كل حاجة فيديو، لا يعني يعني كل فيديو فيه ايه اوضتين بروقهم، فاهمين؟ عشان ما تزهقوش مني. وانا بصراحة لما باجي اتفرج على الناس اللي بيعملوا ايه كل اوضة لوحدها، باحس اللي بامل. طب ما تعملوا كله في فيديو واحد، انتوا فاهمين؟ بامل، فباقول لأ، طب ما أنا أعمله كلّهم، يعني خلّيني في فيديو واحد وخلاص واعمله واخلّص إيه، حالي يعني. يعني هاتفرج على أوضة؟ لأ طبعًا. مسكت كده فرش، طبعًا بنتي كانت مبوظة تحت الكنب ده، قِلِمة على ورق وكده، مسكت كده نفّضت. وعلى فكرة إحنا حاطين يا جماعة اللي تحت السفنج اللي تحت الكنب ده، عشان القاع البطن بتاع الكنبة واقع، فاحنا ماما حاطاه كده عشان خاطر ايه يرفع الكنب تاني لغاية ما ربنا يصلح حال. ونعمله يعني نشده تاني. احنا عارفين ان جينا نشده، ما شاء الله ما شاء الله عايز تمنه، يعني قال لنا 15,000 جنيه. طب وعلى ايه؟ خليه مكانه. واحنا يعني الجيش قال اتصرف واحنا اتصرفنا، ماما بقت تحط بتاعه ورجع زي ما هو زي ما انتم شايفين كده. جبت فرش وفرشته، طبعا ما رضيتش افرش معاكم عشان هوطي هعمل ابقى براحتي، فاهمين؟ جبت الفرش ده، هو كان عايز يكوي بس انا ما كويتوش بصراحه، كسلت ان انا اكويه ففرشته كده واديتها مسحه كده حلوه وجميله، ونفضت وفرشت. بقول لكم ايه، والله العظيم حاجات بسيطه بتتعمل في المكان بتروقي فيه بيبقى جميل، وبيديكي لمعه كده، بيديكي احياء اللي انت تقعدي في مكان نظيف. انا بعد ما خلصت الفيديو ده وخلصت الصالون، عارفه جبت كده كوبايه شاي وقعدت قدام الشاشه وقعدت على الارض، وعارفين شغلت المروحه، عارفين ان ريحة النضافة اللي بتشميها كده، أنا بقيت قاعدة كده. إن شاء الله تصدروا، بس لسه في فيديو هاعمله تاني، بس شجعوني في الفيديو ده عشان إيه أحس بإقبال اللي انتوا إيه بتشجعوني في الرجوع، فاهمين؟ يعني كتروا من اللايكات واشتراكات، وحط لي كده كومنتات حلوة زيكم. وسامحوني لو بقطع أو مش ملخومة شوية في الكلام، سامحوني عشان بقالي كتير بس ما طلعتش معاكم. إن شاء الله نتعود على كده. بعد ما مسحنا والأرض نشفت، جبت المفرش ده عشان الجو حر جدًا، مش فيش سجاد والكلام ده، ده بديل السجاد. إحنا عندنا بديل السجاد بس ده اللي هو بيتحط اللي هو إيه زي بديل السجاد، خفيف كده وعلى طول في ثانية إلا ثانية بيبقى إيه، يالّا افرش يا معلم. ولمّا بنحب نمسح يالّا يا معلم على طول. وبعدين أنتم عارفين إن إحنا في حَر، فعايزين إيه حاجات كده خفيفة نشيل على طول نحط. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، يا سيدي. متنسوش بقى تشوفوا بقى تشجعوني باللايكات وكومنتات حلوة، ومتنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وصلتوا لغاية هنا تقولوا لي احنا بنحبك وعايزينك تكملي. يلا، مع السلامة.